اندريك وفيتور روكي، ميسي وكريستيانو اللي جايين. انا مش هكمل الحلقه خلاص، انا كده حلو خلاص. ودي كانت اخر حلقه. خصوصا في وجود عيل زي نونيز ده، عيل مستفز. برشلونة هتقنعه، انا متوقع كده هيقنعوه بفلوس وهو هيروح. انا شايف ان ده الوحيد حاليا اللي قادر يقوم برشلونة على رجلها. يورجن كلوب يستحمل يشتغل في خرابه ويصلحها ويصبر وبتاع. ده سير اليكس لايت. كنت لسه بسال امبارح محمود مهدي على تويتر، بقول له ايه اللي يخلي اهلي ما ياخدش افريقيا السنه دي. جم بقى وقت الجد. طيب ماشي، هات لي بقى عبد الله السعيد اللي كان الجماهير بتجيب بيه الاهلي من 5 سنين، فالراجل بيعمل اسيستات يلا يلا. ازيك يا وحش، عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. حلقه جديده، اوروبا ودوري مصري وحاجات كتير كده هنتكلم فيها وبتاع. بس الاول طبعا ايه، نرحب بالنجم كينج عم الدنيا على مو انا وجوز. مش محتاج اعرفك يعني، ده كده كده خلاص الناس اللي ايوه. اديها اديها وجد. ايوه اهو التاني اهو التاني يعني. لا ليه يعني؟ يا عم عادي. جو انت رافع رجلك في وشه ليه ده وبتاع؟ انا لسه هحط رجلي في الكاميرا. وانت سايب وارفع في وشه في رجلك كده ليه؟ وشه والجو في ده؟ رجلك. سايب وارفع في وش رجلك كده ليه؟ شفت تاني وانا بديله مناخيري في ركبته. ايوه بالظبط بالظبط. بس تنساش دينا اللايك الجميل، سبسكرايب الرايق، جرس روح علينا يعني، شير الحلقه مع اصحابك وبتاع. وخلي بالك ركز عشان في فار. ها في فار، هنقول حاجه غلط اقفشها وتعالى لي، عايزك في الكومنتات. وايه تاني؟ واستنى بقى الحلو عشان الاخر في كلام حلو بنقوله كده. كنت لسه بسال امبارح محمود مهدي على تويتر، بقول له ايه اللي يخلي اهلي ما ياخدش افريقيا السنه دي. قال لي انا نسيت شكله اساسا. يعني عامه احنا هنتكلم في الموضوع بتاع الاهلي، بس ما تستناش مني كلام يعني. اصوات ولا ماشي؟ يعني انا هقعد اقول لك تمام. شفت يونس شلبي كده اللي تشوف انت هتلاقيني هناك اللي كده. تشوفه يا عم يونس. بس يعني هحاول والله اجاريك يعني. ماشي. بس انت ودي انت في الاهلي عشان انا انا في واحد صاحبي مقاطع. احب يعني اوجه له التحيه، استاذ اديله. شريف السيد. ايوه هو ده اكتر واحد ممكن يجيبه، ممكن يقعد يتكلم على الاهلي 3 ايام بلياليهم من غير ما يسكت. ماشي. ده اللي ده بقى ممكن اجيبه على مكالمه معانا لو كان معانا مصادر. ده بقى مش هيقول لك بقى ايه اللي في الاهلي، هيقول لك الخطيب بينام امتى لو عايز. ما دي سهله نعرفها، خلي بالك. دي لا، ده قالوا له ده معاهم مقاسات وقالوا جميل. حياتنا الاخ الشريف السيد والاخ احمد عز، مش الفنان يعني، صديقي الفنان اكتر من احمد عز نفسه. معلش. نبدا بانجلترا. نبدا بانجلترا. دوري انجليزي. دوري انجليزي ها. شوف فاكر شامبيون شيب. فاكر نتكلم في شامبيون شيب. الله ينور عليك. خش يا باشا. عندك ليفربول متصدر. هم الاول يعني، فالاول نتكلم عليه الاول معروف. انا ما زلت في دماغي، ما بص هو انا كده كده مسلمات ان جوارديولا هياخد الدوري في الاخر، بس ماشي. سكريبتات الكوره بتقول ايوه اخر موسم اسمه ايه، يورجن كلوب ماشي، فيمشي من الباب الكبير. ما هيمشي من الباب الكبير، هو مثلا خسران الدوري فرق نقطه. ده الباب البايخ، ده الباب الضيق قوي ده، عشان هو خسرها قبل كده، فايه لو حصل فيه تاني مش فاكر فاكر لما خسرها بالجول اصلا بتاع كومباني مثلا. مثلا اقسم بالله كومباني غسلت بيشوط عليهم قلبي، بره ال 18. غسلت قلبي. ما ده كده كده كانت يعني مريحه جميله. بس الراجل قال لك انا اوت اوف انرجي اصلا من دلوقتي. امال لو حصل فيه كده هينتحر، هيعلقوه على باب الانفيلد يعني، فاهم؟ خلاص هيموت نفسه. يعني بنتكلم في الحياد، بنتكلم في الحياد. ربنا يستر على ولايانا. ماشي. ربنا يستر على ولايانا. اصل خلي بالك احنا اللي عندنا قرع برضه شغال حلو يعني، بقاله كام ماتش. المهم نتكلم عن اللي في الاول والتاني. ماشي تعالى نتكلم على سيبه ليفربول للاخر. ماشي عشان عندي برضه شويه كلام حلو عليه. اه طيب ليفربول يعني انا شايف انه لا، ان هم بكبرهم الموسم ده التالت. مش التاني. التاني ارسنال. هي مش فارقه يعني تاني من تالت من رابع. هي مش فارقه قوي بس مش يعني كده كده مش هياخدوا الدوري، كده كده الدوري السيتي. ماشي. خصوصا ان هالاند رجع والدنيا بدات تفوق معاهم وبتاع. شفنا امبارح بيطير الولد ده. ما هو عمل كده بس عشان لسه راجع من الاصابه. ما هو لسه راجع من الاصابه، ده يخاف على نفسه صح؟ لا ما هو كده خايف على نفسه، ده لسه خاف على نفسه. ده لسه. شفته وهو بيقع، ده انا لسه. وانا بشوفه بيقع ظهري وجعني. ده كده ولسه. ده كده ولسه، ده اصغر مننا، ده كده ولسه. لسه. ده جين لسه زي ما الولد يبقى ده؟ فورم اكبر ده. جين زي والله.
يا ابني ايوه. ده مش طبيعي، مش طبيعي. بس هو وجود ورودريجو اه وفيني، كل دول. ماشي، دول كلهم اصغر مننا ومين تاني؟ وفلفل تقريبا برضو، فالفيردي تقريبا. فلفل. سمعت صوت فلفل ده ضحك. شفت الواد والجرينتا وبتاع لا لا، صوته عامل زي حزلقوم فشخ. اقسم بالله. كانوا جايبينه في انترفيو قبل كده بعد ماتش بس زمان يعني. بيتكلم كده وبتاع. الفرقه كمان لسه عندها اردا جولر. اردا جولر ده شاب في ثانوي. بس ما اعرفش الولد ده ملعون ولا ايه ظروفه. كل ما يقوم يقع، كل ما يقوم يقع، وحاجه شبه محمد محمود اللي كان عندنا. بننط للدوري الاسباني تاني. خد طيب لف ورجع. نرجع بخطير. نرجع لليفربول. ليفربول زي ما بقول لك كده، انا مش متعشم لهم خالص في الدوري. ولا التاني حتى، مستبعد حتى عنهم ان هم يفضلوا مركز تاني، حاسس ان هم هيقعوا يعني. صلاح لما يرجع هيبقى عايز يبوش وانا هو موجود وبتاع. هو اوريدي رجع اهو خلاص يعتبر ابتدى يعني. في احتماليه بيقول لك انه يلحق ماتش تشيلسي تقريبا في الرابطه او حاجه زي كده. هم هيلعبوا تشيلسي تقريبا غالبا مش عارف، ما بصيتش بصراحه. تقريبا هيلعبوا تشيلسي في الرابطه، ففي احتماليه تقريبا ان هو يلحق الماتش ده. مم. وطلع ان سبحان الله طلع كان في بس لو اتحاد كانت كوره البطوله بيحاول. شغاله. لا ما فكك بقى. هو بص، خليها في الاخر. ما فكنيش يا صاحبي. لا عشان في كلمه حق لازم تتقال. ايه هي؟ نقولها في الاخر. نقولها في الاخر يا عم ماشي، خليك معانا في الاخر. عشان لاول مره في حياتي اقول كلمه حق في حق الاخ ده. اللي مخوفني او اللي مخليني محتار سيكا يوتا. الواد ده جامد فشخ. مش ما خيش معاهم في لقطه. فاهم؟ صلاح تعب ومش موجود، طيب ماشي هنزل وهفاير ومش هتحسوا باي فرق. والواد بصراحه ولع الدنيا، ما عنديش ولا كلمه عليه. لما بقى صلاح يرجع يلعب هتعمل ايه مع يوتا؟ هتقعده؟ حرام. حرام ان ده يقعد ونونيز يلعب. يعني عندي ان ده ينزل العب يا باشا 9. هيأدي، ويوم ما مش هيجيب اجوان هيديك فيرمينيو، هيطلع لك هو بره المنطقه يسحبها وبتاع، ودخل لي صلاح جوه، ودخل لي وات ايفر مين جوه. فاهم قصدي ايه؟ هيديك اللقطه اللي كانت ناقصاك مع فيرمينيو. فيوتا جامد، يوتا ما يقعدش، خصوصا في وجود عيل زي نونيز ده، عيل مستفز. ماشي بص، هو ليفربول عندها مشاكل اهم من دي كمان. زي ايه؟ زي ارنولد مثلا اللي عمال يتصاب من اول الموسم ده. اصابه في شهر 9، اصابه في شهر 1، واصابه دلوقتي في شهر 2 كمان. فدي يعني كارثه اكبر. اكيد يورجن كلوب هيهتم بيها اكتر. موضوع بقى نونيز من يوتا من بتاع مش عارف ايه من الكلام ده كله، هو الراجل ليه قناعاته، وهنشوف برضه هو يطبقها ازاي. مش هنسبق الاحداث. هنشوف ايه اللي هيحصل امتى، وهنشوف هيعمل ايه لما ده يرجع وده يبقى موجود، وده فورمته ايه وده فورمته ايه. ساعتها هو اللي هيحدد برضه. طب انت متوقع لها ايه؟ يعني متوقع هيلعبهم ازاي ولا هيعمل ايه؟ توقع بس، فاهم قصدي؟ هو يعني انا بالنسبه اصل لو هيرمي الثلاثه في الملعب هيرميهم ازاي؟ لا نونيز ده هيغور في داهيه، ما يلعبش والله. ماشي، هيلعب ازاي؟ لويس دياز وصلاح ويوتا. ويوتا هيتسحب ولويس دياز وصلاح يدخلوا. لويس دياز بيحنكش وصلاح بيخلص. ممكن، بس انا حاسس ان هو مأمن بنونيز برضه. ما هو ده بقى مجنني فشخ. اللي هو ماشي كلوب ياما بيمسك مواهب عيال صغيره وبيقومها على رجلهم، وشفنا ده كتير. بس يا معلم ايه كله ما بالظبط. بس يا معلم ما الولا برنامج فاميلي فريندلي. ما مستفز. برنامج فاميلي فريندلي. كل ما بنتكلم بفتكر ماتش تشيلسي. ماشي. الاربع عرض. طب يا ابني امال ضرب الجزاء في العارضه. جمهور ليفربول يقولوا طبعا دول عايشين يعني معاه اصلا. هم يستاهلوه. يبلع. انا بس بالنسبه لي كراجل بحب كره القدم، فبتفرج على الماتش. انت على طول كره القدم. والله بتفرج على الماتش عشان اكل العيش. فقاعد بتفرج على الماتش. احنا فرانين يا ابني. انت صعبت الموقف ليه كده؟ المهم قاعد بتفرج على الماتش، الاقي الولا تك في العارضه. طب يا عم ضربه جزاء، ثقه بقى وبتاع وفاهم. ضربه جزاء اهي دي مفروشه لك اهي. تك في يا ابني له. انا عاجبني ان الكلام ده جاي منك انت. ليه؟ عشان لحد النهارده مش فاكر، مش ناسي اخر حاجز نزلناه. السرور اللي عملته لي في جهنم ده وبئس المصير. لا مش فاكر بقى الحجز اللي نزلناه في ريحانه. سيبك من ده، الحجز اللي نزلناه في ريحانه ما كان قبله بكتير. ده قبل العمليه اصلا. ايوه
كنا في ريحان. انا عمري ما هنسى ولا مهاب. محسن ولا محسن، مش فاكر مين فيهم. دوست على راس محسن. لا ده كان في الساحه. لكن اداني كوره، كان الحجز اللي كان فيه احمد هاني واسماعيل والشباب دي. فاكره كان زمان فشخ. رحنا لعبنا وبتاع، والولع رقص الفرقه كلها، مديني الكوره قدام الجون، وانا جت معايا الجون فاضي يا شيء، وانا جت معايا فشخ هحطها في السوكه، وانا في يعني هي مش 6 ياردة. انا بيني وبين الجون قد بيني وبين الترابيزه. أيوة. وقمت راتشها في العرض. انا عمري ما كان مهند مش محسن. مهند مين؟ مفيش حد ولا مهاب، حد كده. مهاب ممكن يبقى مهاب. الواد جه لي يا يلعب مش عارف اشتمك انا. يبقى هو مهاب، هو الشاب المؤدب. ايوه هو ده بس. فنونيز بقى استفزني فشخ والله في الاكشن ده. ومش عارف يعني، لا مش عارف يشوفوا له غوره يبقى ده الحمد لله انه ما جالناش. ده بيقول لك انا هيجي اليونايتد. ده يجي بالسلامه ان شاء الله. الحمد لله ما جالناش ان شاء الله. بس مش ناقصين علل يعني والله. يعني هو المفروض ليفربول الماتش الجاي هتلاعب مين؟ هيلعبوا برينتفورد. سهل. ماشي يعني. سهله الى حد ما. حتى لو برينتفورد اللي صعبان عليا عشان ليفربول في السيتي. معلش ياما الناس بتاخد المبالغ ده كتير عادي يعني. بس يعني سهله بالنسبه لها. طب الصداره هتضيع الاسبوع ده ولا ايه؟ اصل فرق ما بينهم وما بين السيتي نقطتين. والسيتي عندها مؤجله بالظبط. مع مين؟ برينتفورد برضه. لا ممكن. فهيبقى فرق البونتا. تلعبوا على فرق البونت، تكملوا لاخر الموسم موت. احنا في المنطقه الدافئه، احنا طلع الجيش. تمام. احنا الحمد لله هنروح لها. احنا حلوين يا رب ما نروح لها. المهم ماشي. انا بالنسبه لي ان السيتي هتوصل. جوارديولا يعني معلومه كده في السريع، جوارديولا فاضل له 5 ماتشات كمان يكسبهم في دوري الابطال ويساوي السلسله بتاعت السير اليكس. 25 ماتش بلا هزيمه، ولا 25 ماتش فوز ورا بعض. بص هتدخلني في نقاش مش حابه. قصه بقى جوارديولا ولا السير والقصه دي. لا هو ده محسوم اصلا. ده محسوم والله. اديها لي والله محسوم. اديها لي. طيب ليه انت خايف من ايه؟ اديها لي في وشي بس كده بالله. اصل في واحد فيهم هما الاثنين حاسمها اساسا وقايلها بنفسه. محسومه للسير اليكس. ايوه. انت هتهزر ولا ايه؟ على وضعك. ده الراجل كان شغال الله نادي. يطمنك. الله يحرقه، هو السبب في اللي احنا فيه دلوقتي. بس يعني فاهم، كان هو اللي بيعمل كل حاجه لوحده. لا اصل في ناس تقول لك جوارديولا ومفيش غيره وغير كره القدم ومش عارف ايه. ماشي كان ليه فلسفته وما حدش يقدر ينكر، وغير كتير في الكوره، وكان ليه جيل تاريخي وعمل كل حاجه. بس معلش السير اليكس مفيش حد اعظم منه، وخصوصا بعد الثلاثيه كمان. ده قال لك بقى مش ده اللي كنت بتقول عليه. بص اهو جابه. بس شوف ده جابها بمين وده جابها بمين. شوف ده جابها في عصر جابها بكام وده جابها بكام. سيب كل ده. لا سيب كل ده. جوارديولا كان معاه مش عارف عمر برادا هنا وده هنا وده هنا وده هنا، والشيخ منصور بيدفع هنا وبتاع مش عارف ايه. التاني ده كان بيجيب الجيل بتاع 92 خد بيه الثلاثيه. عايزين يجيبوا عمر برادا ده. جابوه اوريدي خلاص يعتبر جابوه. بس المشكله بلاش نروح لهم بعدين. نروح لهم بعدين بالله عليك عشان عندي قرف. ماشي. فهي الفكره نشوف جوارديولا كان معاه هيكل كامل. سير اليكس كان هو الهيكل. كان بتقوله كان هو اللي بيتعاد مع اللعيبه اصلا. فانا بالنسبه لي على مر العصور سير اليكس. سير اليكس بجد لو رجعت تراجع المواسم بتاعته كلها هتلاقي كانت مش محتاج. انا عندي نفس التفاصيل البسيطه قوي. انا عندي نفس الراي يعني. يعني كان يخسر دوري على فرق كام نقطه. كان بيبقى بيلاعب عتاوله وهو معاه يعني اخر دوري واخده بمين؟ صح. الدفاع بتاعك كان هيعتزل ورجع ياخد الدوري ومشي. هو ادانا مقلب وحش، وادى مقلب للاعيبه كتير. يعني فان بيرسي كان جاي عشان خاطره بالظبط. قال له معلش بقى مع نفسك فاهم. راسك عمار راح سايبه وماشي فاهم. وكان الدفاع بقول لك ساعتها كان ايفنز وجونز وديخاي كان لسه جاي جديد من اتلتيكو. حصل. كانت الدنيا بايظه وعرفنا ناخد الدوري في وقت كان لسه السيتي فيها صاحي وبتاع. ثانيه واحده كان لسه السيتي واخد منك الدوري اللي قبلها. واخده بايه الجون. هو اصلا السر واخده بجون. السر كان هيعتزل ورجع لاجل الجون ده بالظبط. استفز فشخ برضه فاهم. السيتي كان معاها مين بقى ساعتها؟ اجويرو بالوتيلي، وكان لسه كومباني صغير. صح. وكان معاهم ناس كتير كانوا بيبنوا لسه. مش بقول لك ان كان معاهم جيل الاحلام برضه ولا حاجه. بس لو هتيجي تفكر فيها لا معلش السير اليكس ده اصلا ما فيش حد قريب منه في التاريخ، مع احترامي لكل الاسامي والناس اللي حطت الفلسفات والبتاع، ويوهان كرويف بقى وارسن فينجر ومش عارف مين في ايطاليا ومين في البرازيل. معلش لا هو السير اليكس. موافق بس عشان ما نطولش قوي في الكلام. خش لي بقى على مين؟ على صاحب المركز الثاني مستقبلا. ارسنال. انا حاكم عليهم ان هم مركز ثاني.
لسه الناس مبلعين ويست هام 6. انت عارف انا ما بحبش اتكلم عليهم وحش بس لسبب واحد. ليه؟ عشان انا بعز حسن صابر مش اكتر يعني صاحبنا. عشان هو بيشجع ارسنال. هو الواد اللي كان بيشجعه مين في ماتش الكونغو ده اللي كان عارفنا هو بيه؟ حسن صابر ايوه كان ماسك ويسا. مين؟ ويسا. ويسا كان انا بيدرب. سميته حسن حياتنا ويسا. لاخونا اللي هيخلص الجيش احلى خلاص، مسا على حسن صابر. ويسا. واخو حسين صابر لعيب الام بي الاول في مصر. ام بي اي وفي مصر. انا حر. انا حسين ده اخوان ابني. ليبرون. ابني انا اقول اللي انا عايزه. يلا والزمازم حبايبنا برضه يعني ما جت عليهم هو خلاص مش فاضل لا الزمازم. ونروح بقى للاخوه صحيح هو عشان احلى مؤمن. مسا على مؤمن مصر ده بيشجع الجديده القرف. تما. اخواتنا. سمعني ضرب النار. معماه حماماه سيف عماه فوق الكل عمو عماه. عم الدنيا عمري ما انسى ضربات الجزاء اللي لعبتها معانا. والله كانت موت. وحياة ربنا والولا افلام عشان بحبه. والزمازم كمان مره عشان يستاهلوها. الزمازم اخواتنا مؤمن لعيبه زمزم البدل. ومهند زمزم بالظبط محترفين البدل في مصر. وعمو يحيى طبعا حبيبنا كده كده. عمو يحيى ده من احسن الناس مين عمو اللي يحيى؟ في الدنيا بابا. عم الدنيا مؤاخذة يا باشا. معرفوش والله. عادي. ماشي. المهم المهم. ارسنال بالنسبه لك انت مركز تاني. ماشي. لو هيخلصوا ليفر ما مركز تاني. خدتش الدوري يبقى هي فعلا مركز تاني. اصلا اوكي. انا موافق. لو الليفر خدت اول يبقى هم تالت عشان السيتي مش هتوصل بيها انها تاخد تالت. لا السيتي كده كده اول فوق. ماشي. انا فاهم. ماشي. لسه رازعين ويست هام 6. وسمعت بقى طراتيش كده اللي هو كنتوا بتتريقوا ان احنا محتاجين مهاجم وبتاع وادينا رزعناهم 6 والجو ده. يا معلم. ايه يا حبيبي ويست هام مالك؟ يعني روحوا الجمهور من الشوط الاول يعني صباح الفل يعني في الشارع وهم ماشيين. مالك يا صاحبي؟ ما انت لسه هتخش على الدوري وعلى المعمعة وهتزعل. انا مش هكلمه عشان انا كنت مفتري زيه. اصحى للكلام عشان خاطر انت محتاج مهاجم. ما شفناكش في سوق الانتقالات بشيلين. السير وقفت معاه على لقب واحد بس وكان هيبقى واخد 7 دوري ورا بعض. من سنة من 7 تقريبا وانت طالع. نكمل سنة كام بقى. يلا حسبي الله ونعم يلا بخاطرها. طيب عندهم بيرنلي الاسبوع الجاي. سهلة. بيرنلي لسه شايلين من ليفربول 3 اصلا. شبه وست هام. تعالى هاتها خش. روح صاحبتك على طول. هات استون فيلا الماتش لسه ما خلصش. تعالى كمل عليه عادي. بقول لك هات لي استون فيلا بقى اللي وراهم كمان. على طول خلاص. تريزيجيه يلم اشلاء صحابه القدام بعديها بالظبط. ماشي. لا بس عم جود ايفنينج رخم برضه مهدله على عينه في الدور الاول. مش هيلعبوا استون فيلا ولا لا؟ لا لعبوا. ماشي. هو جود ايفنينج جاي بس هيلعبوا بس هو جود ايفنينج خلي بالك هيرازيهم يعني. اكيد هو رخم. هو شغال حلو قوي في اي حته غير ارسنال. اي حته شفته مع اسمه ايه؟ مع اي حته والله العظيم. اما خدوا مننا اليوروبا ليج ولا فيريال. اما خدوا اليوروبا ليج استفزني فشخ برضه. مش هو اللي خدها حبيبي احنا اللي اديناها له. يعني دي خير الله يبارك له. المهم طب السيتي وتشيلسي ماتش صعب جدا. الله يكون في عون جمهور تشيلسي يعني. والله الله يكون في عون جمهور السيتي اللي هيروح كل ده عشان على الفاضي يروحوا الاستاد ويصحوا ويلبسوا هناك اصلا ايا كان فريق داهيه. الله يكون في عونهم ضيعوا وقت يعني بجد. رساله لجمهور السيتي اللي مش هيسمعوها شوفوا حاجه مفيده اعملوها. تتوقع بلا بتاع كام اصلا صح؟ ولا في الحنين 3 كده ولا حاجه 5 يا عم. ماشي اللي تشوفه في وش الناس كده يا نهار اسود. 5 عين الحسود. يلا هالاند هيطلع يذبح لهم الذبيحه في الملعب ويخمس في وش كل واحد. عادي 3 انا متوقع 5 بصراحه. 5 مستريحه كمان مش 5 بمجهود يعني. انا بقول 3 نظيفه او 3-1. 3 نظيفه او 3-1. لا مش هيجيبوا جوان. لا ممكن ستيرلينج يدي واحده كده في الاول يفتكر نفسه بياخد حقه وراح قايل له تعالى ستيرلينج مين يا راجل؟ يا راجل من غير ما يحس. يلا مش بلاش انت تعمل الاحتفال. ما بس انا مش زي. المهم تعالى بقى يا حبيب قلبي. عندنا في نتاديلو ده الزمالك ولا ايه؟ الشيطان. ما تخش على الدوري الروسي. ما تخش على الدوري الروسي. غطين بالفيش بص يا سيدي. قول لي عشان عندي شويه كلام حلو برضه. وانا كمان. قول لي دلوقتي قال لك ايه هنجيب مين بقى سبورتنج دايركتور؟ مين بقى مدير الخرا الرياضي؟ عمر براده. لا ده عمر براده ده اللي هيبقى الهيد بتاع الليله دي كلها. اللي هيجي مدير رياضي دان اشورث. مين بقى يا باشا دان اشورث ده؟ كان ماسك تعاقدات نيوكاسل. كان ماسك تعاقدات برايتون. جاب مين بقى هنا وهنا؟ جاب في برايتون ميتوما.
جاب تروسرد، جاب كايسيدو. الناحيه التانية في نيوكاسل كان جايب تونالي، جايب ايزاك، جايب كذا حد تقال. هل دي كفايه ان انا اجيبه يشتغل عندي؟ بالوضع اللي احنا فيه لا، على اللي بيتخطط له. على اللي بيتخطط له نفسي يعني. انا بالنسبه لي تمام. طيب هقول لك وجهه النظر في ايه. وجهه النظر في ان انت بقالك من 2013 11 سنه اهو، ساعه ما السير مشي بتعمل ايه؟ باشا خد شويه فلوس كتير فشخ، هات لعيبه كسر، وبعدين تقوم ماسك قفل الحنفيه. والفكره ان هو بيقفل الحنفيه مع المدربين الغلط. يعني جه عند مورينيو قام جايب له بوجبا وقفل عليه. روح بقى ولع في نفسك. فاهم؟ بص، هو بالنسبه لي المثال ده مش اصح حاجه، لان الموضوع خلينا نكمل بس. اشمل من كده خلينا بكتير. اكمل خلينا اكمل. وبعدين قام جاي مع سولشاير مسك ايده لحد ما سولشاير طلع فضحهم. انا عايز ناس مفيش، ولسه بيفضح فيهم. عرفنا حوار هالاند وعرفنا حوار بلينجهام وعرفنا القصص دي. هالاند ب9 مليون يا اولاد يلا ما علينا. اصل هالاند ب9 مليون وبلينجهام ب5 مليون. انت عارف اصلا بقى موضوع بيلينجهام كان بجد ايه اللي حصل معاه لما راح اليونايتد وكده؟ هو راح السير اليكس كان هو اللي مستنيه كان يستقبله، فهو الواد اصلا خلاص انا همضي، السير اليكس قدامي اهو. ما راح اسمه ايه ده اللي كان مش فاكر مورتو ولا كان مين ساعتها، راح قال له بص تعالى فرجك النادي كده، تعالى ساعتها. عرفت الحوار ده. صح. الواد خد اللي هو ايه ده، في ايه مالك؟ اصل انا قاعد مع السير اليكس. النادي ايه يا بابا؟ نزلنا نلعب في الشارع يعني. الحمد لله كنا مسلمينها البهايم يعني. الحمد لله. وما زالت. بص، هو انا دلوقتي اللي هو ديفيد بريسلفورد ده اللي هو كان ماسك مجموعه انيس وسابها عشان يركز معانا على كلامه، ودي حاجه حلوه جدا، دي حاجه متفائل بيها بصراحه. اتمنى متفائل عموما بحوار الاداره الجديده ده. ماشي. ولسه السير راتكليف من شويه واخد القبول من الاتحاد الانجليزي ان هو خلاص كده هيتعامل خلاص تمام. فانا بالنسبه لي ان انت عارف تروح تجيب عمر برادو ده من السيتي اللي هو مشروع ناجح جدا وتقنعه بكده، دي حاجه حلوه. فرحت جدا اشورث ده، انا حاسس ان هي فرصه اصلا ان اشورث نفسه ان هو بيعلى في مظبوط في الانديه وبتاع بالظبط. برايتون، نيوكاسل، اليونايتد بعد كده، فالدنيا دي حلوه. هل هي نقله ليا؟ انا ما اعرفش. الراجل ده كان شغال على اسواق، مش بيجيب اللي هو النجوم الكبار ويقنعهم ببتاع، لا هو بيشتغل على الناس اللي هو انتوا تيجوا تنجموا في الدوري الانجليزي، ناس ما شفتلوش صفقه تقيله او صفقه صعبه او حاجه زي كده. اصعب حاجه ايه كانت تونالي عشان ب 70 مليون بس. تونالي لا، تونالي تقيل بغض النظر عن خزوق يعني بعد كده. بس لا، تونالي احنا عارفين قيمته كويس قوي. صح تمام صح. فبالنسبه لي مش عايز استبق الاحداث ولا حاجه، بس اتمنى ما يكونش كان في السوق حد احسن من كده تتحرك له ورحت رايح انت متحرك لده. على تونالي يعني ولا لا على دان اشورث نفسه. فهمتك. بس دي الفكره بالنسبه لي كلها. طب مين احسن يعني؟ بقول لك انا ما اتمناش ان يكون في احسن وانت ما تتحرك. انا ده مش افيلبل اصلا. انت ده واحد ايوه رحت جبته. فاهمك. وهو ما صدق راح قال لهم بقول له كده يونايتد بتكلمني بعد اذنكم. انا عن نفسي متفائل فشخ عشان انت قعدت 11 سنه معتمد على انا هجيب نجم وربنا يكرم بقى. ما هو القرف ده كله كان بسبب الاداره اللي موجوده اللي كانت بتعمل كده. يعني انتوني ده جبناه ازاي؟ انتوني ده كان عيل. وكازيميرو جبناه ازاي؟ فاهم؟ لا هو يعني كازيميرو على الاقل اداك شويه. انتوني والله من الناس اللي انا كنت حاسس ان هو لو جم بمبلغ اقل بكتير من ثمنه ده، لانه اصلا كان ثمنه اقل من كده. بس يعني وفاندر سار كان عارف الاشكال اللي بيتعامل معاها. انت شفت الحوار طلع فاندر سار قال لك هتروح وتجيلي عادي. هو عارف الاشكال اللي بيتعامل معاها. هم فعلا عملوا كده ليه؟ عشان اول ما خسرنا الماتشات اللي في الاول هوبا روح هات له اللي هو عايزه، بيقول لك انا جبت لك اللي عايزه اهو ماليش دعوه. فهنشوف ايه اللي هيحصل في الجديد. ربنا يوفقهم ان شاء الله يا رب بحق النبي ده. طيب بالنسبه للاداره يعني خلينا اكمل جزء في الاداره. انا متفائل في الحته دي فشخ عشان طيب نعتمد بقى شويه على ان احنا نرجع نطلع نجوم من عندنا تاني. يعني نرجع نجيب عيال صغيره ونعملهم احنا نجوم، لان كانت هي دي اصلا سياستك من زمان. انت كنت ماشيها كده. هو انت جايب تنهاج اصلا عشان انت شفته بيعمل كده في بالظبط. وانا متفائل مع وجود تنهاج بده. يعني يا رب بقى مش بعد ما يعملوا كل ده طب تنهاج شكرا نورتنا، لا لو هقول له شكرا ويجيب لي انزاجي من الانتر ماشي ده لو بقى بس مش هيعمل كده والله. وانا وانت عارفين انه مش هيعمل كده. وهنروح لحوار انزاجي ده عشان عايزه. يعني في حاجات كتير قوي في دماغي في حوار انزاجي ده. فكرني بيه. فكرني لما اخش في برشلونه يعني. ماشي. انا شايف انه ماشي الاداره دي
مع افكار تين هاج، وخصوصا ان هم لسه طالعين من ميتنج قريب وقال لك احنا افكارنا متوافقه والكلام ده كله. مش يا رب يكون كلام حقيقي مش كلام ميديا. يا رب. اتمنى يعني. بس انا عن نفسي ارجع اشوف اليونايتد تاني بتطلع لعيبه هم دول. فاهم انت يا سيدي؟ يعني اخر واحد من الناس دي واللي هو انا بشوفه على عره ملوش لازمه، ماكتوميناي اللي شايلك دلوقتي، اللي عمال كل بقالك بتاع 4-5 ماتشات كسبان بيه اصلا، هو اللي بينقذك. كوبي ماينو. وكوبي ماينو طبعا جامد فشخ الولد ده. راشفورد. راشفورد ده يا راجل. ماشي ده حر. مين تاني؟ في مين تاني عندنا في الفرقه من ولاد النادي؟ مش بتكلم على ابن النادي وخلاص. ابن النادي وعنده الدين ايه بتاع النادي، عنده فكره انا سخنان. فاهم قصدي؟ هي دي اللي اقصدها، ان كوبي ماينو شافك بتقع في الماتش اللي قبل استون فيلا كان مين؟ مش فاكر والله. نسيته ما والله. علينا، المهم يعني. مش الولفز لما 3-2 وبعدين أيوة. 3-3 فاهم؟ شاف المنظر جون سخن. ماكتوميناي بقى له كام ماتش الدنيا بتخرب وهو اللي بيجيب. هو بيجي من على الدكه الصراحه بيودي. بالظبط. فاهم؟ فليه بقى يعني نشتغل على النقطه دي ودي. ومعلش ماكتوميناي ده مش حاجه يعني، مش لعيب كوره اصلا، كان بيستخبى في وسط اللعيبه في نص الملعب. هو حريت لعيب كده فاهم. هو بيجري فاهم. بس بس يعني كان مع سولشاير مثلا. سولشاير برضه كان مؤمن بيه فشخ. الواد كان بينزل يستخبى ما بين اللعيبه زي النني كده مع المنتخب. فاهم؟ ولكن دلوقتي انا بشايف ماكتوميناي بينزل عايز يعمل عايز يشتغل. ودي كانت انا مستغربها فشخ اصلا. انا شايف طول عمري بشوف الواد ده عيل جبان قوي. فلا انك بتلعب ومؤدي يا عم ماشي جامد فشخ. فاهم؟ فناخد بقى الموديل ده نشتغل عليه، لان احنا من زمان والموديل ده هو اللي نجحنا من ايام مات باسبي. فالباسبي بويز وبعدين رون 92 ولا كلاس 92. فاهم انت الاجيال اللي منوره بتاعتك كلها طالعه لك انت منك انت واخده الدي ان ايه بتاعك من زمان. فليه بقى ما ناخدش الموديل ده ونشتغل عليه؟ ده اللي نفسي يحصل. وشايف ان الخطوات اللي بتحصل رايحه في السكه دي. ان انا عايز اجيب ناس مش بيروح بقى يهاير نجوم واجيب بوجبا واجيب ماجواير واجيب مش عارف مين ونجوم الدنيا اللي مخربينها وبتاع. لا انا هروح اجيب اندر دوجز عادي جدا ويشتغلوا عندي. فاهم؟ انا بتمنى فشخ ان ده يحصل. ده بالنسبه للسايد بتاع الاداره. سايد الملعب بقى. اليونايتد بقى لها كام ماتش ما نولوز، الدنيا شغاله كويس. بتضلين بس بتكسب. يعني مش بتنزل تاكل بس يا عم بتكسب. وده كويس فشخ. ده لو طلع قال لك السلسله دي بتدينا ثقه على الاقل. فتمام انا مرضي. رايك ازاي او ايه اللي اتغير؟ يعني ايه اللي حصل عشان الدنيا تقوم كده؟ هو انا شايف ان موضوع الاصابات اما كان ابتدي يخف قبل ما ليتشا يتصاب تاني يعني والدنيا تبوظ تاني مارتينيز يعني وكده. دي اكيد اصل احنا من اول الموسم ما لعبناش بال11 اساسيين كاملين ماتشين ورا بعض ولا ماتش حتى واحد. عمرنا ما ابتدينا بمزاجنا قليل قوي يعني. فاهم؟ مظبوط. غير كده شايف ان في لعيبه ابتدت ترجع تاني تفوق. ماكتوميناي طبعا ده مهم. دييجو دالو ده برضه انا كان عليه مش يعني علامات استفهام اصلا ان هو ليه دخل النادي بالنسبه لي. بس بعد كده الواد لا بيقول في ماتشات لازم انصفه فيها ان هو بقى بيقول حصل هجوميا في حاجه ما ينفعش اقولها بس لازم تتقال. الماتش اللي فات اللي كان شايلك برضه بصراحه كان اونانا. حصل. مع ان دي حاجه انا ما احبش ان اقولها بس دي الحقيقه. حصل. تمام. فهي الفكره كلها هي فرقه يا اخوانا. هي مش سكواش مش لعيب واحد. ده حتى لو سكواش هي ما تبقاش لعيب واحد تبقى لعيب معاك فريق كامل بيدربك وبيعملك وبتاع. مظبوط. فانت محتاج ترجع فرقه تانية يونايتد. انت الفريق الوحيد اللي شايفك يونايتد في الدنيا. تعليقا على النقطه دي انا شايف ان الناس مؤخرا شايلت تنهج شيله. لا هو برضو كان يشيل فيها. ما بقول لك هو يشيل فيها. ولكن قعدت كده حسبتها حسبة منطق. طب يا جماعه الراجل ده الموسم اللي فات كان معاه سكواد الى حد ما ماشي بيه وكان بيأدي. كان بيعرف ياخد اللي عايزه من ماتشاته. صح ولا انا غلطان؟ وطلع الشامبيونز. الموسم ده بدأ وخد كاراباو. وخد كاراباو وصل نهائي في ايه صح. ووصل تقريبا كمان اشتغل. لا ما وصلش نهائي. ما وصلش نهائيات بس اشتغل. وفي الدوري كان شغال حلو. فاهم؟ فجي اول الموسم ده الدنيا راحت منه. اللعيبه كلها رايحه. خط الدفاع كله اصلا اتركن من فاران ومارتينيز وبتاع. فاهم؟
خط الوسط كازيميرو اتركن. ف السكواد اللي انا اصلا معتمد عليه مافاران ومارتينيز وانطوني، الشباب دي هو اللي جايبهم. ما كانوش اختياراته الاولى، يمكن مارتينيز هو كان اختياره الاول، بس عموما ما كانوش اختياراته الاولى، بس اشتغلوا. فاهم؟ فلما اتصابوا وقع. هو عك في حاجات كتير قوي. كان اللي هو ايه يا معلم مالك؟ انت شايف انت معانا بتتفرج على الماتش اصلا ولا ايه الدنيا؟ فاهم؟ بس ومن ضمن العكات برضو ان هو طيب انت الدنيا الموسم اللي فات كانت ماشيه معاك بطريقه ايه؟ اللي تكسبه العبه. بمعنى انا مش عايز تيكي تاكا، مش عايز بقى بتاع. هو بدا الموسم اللي فات كده، وبعدين لما بلعنا الاربعه من برينتفورد قام لامم نفسه وبدا يلم نفسه يلعب كومباكت ويرجع يقفل دنيته تاني وبتاع، ونطلع بالمرتدات عشان هي السكواد دي مش تمشي غير كده. جيت بقى الموسم ده اللعيبه دي كلها ركنت منك فخيشت، وانت بقى يوم طالع طيب انا الموسم اللي فات الدنيا اشتغلت وظبطت، العب بقى الموسم ده بالتيكي تاكا اللي بحبها والاسلوب اللي مش عارف ايه. يا معلم السكواد ده مش هياكل، مش هيظبط معاك. العيال دي بقى طيتها، العيال مش هتظبط. فها ما مش قادر. حسبي الله ونعم الوكيل. تيت حط صفاره. تيت ماشي قول. بس فهو عك، ولكن لما شاف ان هو بيعك ده اللي عجبني. لما حس ان هي عكت خالص رجع يلم نفسه تاني دلوقتي. خصوصا هو متاخر، بس شاف ان التولز بدات ترجع، فطب تمام هحاول الم نفسي عشان احاول الحق اللي باقي من الموسم، اطلع تشامبيونز او حتى يوروبا ليج لو هلحقها. فاهم؟ هو كده كده غالبا ضامنين يوروبا ليج يعني، بس اطلع تشامبيونز. فاهم؟ ومش بعيده باي ذا واي. ماشي. ف ف فتنهج عليه جزء، بس مش الجزء الاكبر. الاداره هي اللي شايله الجزء الاكبر بالنسبه لي. مستقبلا انا متفائل فشخ بالاثنين دول مع بعض، تنهاج مع الاداره دي. ماشي. هبقى متشائم فشخ لو مشوا تنهاج لاي سبب إن كان، ان شاء الله لو طلع اخر الدوري. انا نفسي يجي لنا سعر حلو في برونو فرنانديز ونبيعه دلوقتي كده ونضحك على اي فرقه ونقول اخرس. الله ده لعيب جامد. اخرس بس يا مغيب. والله لعيب جامد بس فشخ. يا مغيب. مش هرد عليك. بس يا مغيب. مش هرد عليك. برونو فرنانديز يا ابني هو اللي شايلك من يوم ما جه لحد النهارده. بلانيلا هو شايل ايه يعني؟ هو اللي تخيل بقى في عز الخرا اللي كنا بنتكلم فيه ده، هو الوحيد اللي شايلك. ما هو مش ما هو انا ما ينفعش ابص لحاجه اوحش من الوحش اللي انا فيه واقول الله ده حلو. ما هو وحش. ما هو يا ابني برونو فرنانديز ده مش لعيب كوره. طيب برونو فرنانديز ده موظف. برونو فرنانديز لو مش موجود مين اللي هيبقى موجود؟ موظف جايب اعلى اسيستات، عامل اعلى كور. يا فرحتي. انا بقى هعمل ايه طيب؟ ما انا مش ساحر ان انا اروح اعمل اسيست واروح اجيب جول. فاهم؟ فالراجل بيعمل اسيستات انت عارف ان انت اللي هتمنتج ما تنرفزنيش. طيب ما انت ما تنرفزنيش عشان كده دي جايه في سكه قله ادب بقى. ما انت بتنرفزني فشخ والله. بتنرفز بقى. لا ده اكبر مثال على حال الكوره وصل بقت شكلها عامل ازاي. ده رقم واحد ان الكوره بقت زي الزفت. ورقم اتنين على حال مشجعين الكوره بقى حالهم زي الزفت برضه. تشجع يونايتد ال10 سنين اللي فاتوا دول هتقلع هدومك تمشي مالطه في الشارع تبقى وصها. المهم ابو حياه اي حاجه هتمنتج انت. مفيش الكلام ده، مش هينفع. هتمنتج انت. انا همنتج اول نص ساعه بس. طيب المهم بس يعني ما عنديش حاجه تانية اقولها في اليونايتد. هويلاند شغال حلو فشخ مؤخرا، حاسس ان هو بدا يتاقلم وبدا يقول وهيروح. هو قوي. الواد حلو جدا بس قوي 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 بالظبط. وكان حلو مع بس محتاج حد بيلعب تحته كده بيفهم ولاعيب كوره حلو مش برونو فرنانديز يعني. تاني انت قسما بالله ما برازي انا بتكلم بجد. ماشي مش هرد والله عليك. العظيم مش هرد عليك والله مش هرد عليك. محتاج بني ادم عنده دم غير اي راشفورد حد عشان راشفورد ما عندوش دم. اي حد بيتفرج بيفهم كوره هيقول ان برونو اي حد زنخر. بيتفرج على اليونايتد يرد. انا مش هرد. انا عن نفسي مش هرد. اي حد حقاني وبيفهم كوره بلا بيتفرج على يونايتد بلا بيتفرج على ميامي. مفيش منه الكلام ده. برونو فرنانديز لعيب كوره اقل من متوسط. برونو فرنانديز البابا ده بالنسبه اللي ما لهمش فيه. انت حر. نروح ايه؟ نروح المانيا. ليفركوزن. ممكن نروح عاملين كوبري صغير كده. ماشي. ليفربول يورجن كلوب ماشي. الكلام هيجيبوا مين؟ هيجيبوا الله اعلم. يعني في كلام على تشابي الونسو اللي عمل ايه؟ اللي لسه ده الى بايرن يعني. اللي هو عامل ايه اصلا في الدوري الالماني عامه؟ هو مولعها. هو دلوقتي بقى متصدر وفرق 5 نقط. ما خسرش ولا ماتش. هو نو لوز. الله ينور. بس خلاص. فرايحين فين؟ حد هيزحزح البايرن من مكانه اهو خلاص. تفتكر هتكمل على كده؟ لان اصلا يعني هي اللعنه ابتدت من امتى؟ لما جيت لي مش في نص الموسم تقريبا. لا نص الموسم. اول الموسم. لا مش في نص الموسم. نص الموسم ومشيتنا جلانزمان.
ايوه، ما ده كان اول موسم، كان اول 5 6 ماتشات تقريبا او حاجه. ناجلانسمان ماشي وهم في ابطال اوروبا السنه اللي فاتت ساعه مش فاكر بصراحه. اصلا. فانت مشيت راجل اهو، ده الزمن بقى بيعدي بسرعه قوي. ده بالنسبه لي الاختيار التاني مع انزاجي لو هيجي اليونايتد مكان تنهاج. انا الاسمين دول ناجلزمان؟ بس، الاسمين دول بس اللي يمشي تنهاج عشان يا ناجلانزمان يا اسمه ايه، يا اما سيميو سوري انزاجي انزاجي بس. مم. هم دول اللي بس يمشي عشانهم تنهاج. فانت يوم ما البايرن جت مشت ناجلانزمان وجابت مكانه توخل، ليه؟ الراجل جايب لك الدوري ومشيك في الابطال والدنيا حلوه. انت عشان ما تكسبش 7 و8 اديك ما بقتش تكسب اصلا. بالظبط. انت اترقعت في اول الموسم من لايبزيج في كاس السوبر، ودلوقتي خدت على عينك تاني من باير ليفركوزن. منتظر ايه تاني؟ ولا لعنه كين. لا 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 لا، هاري كين اصلا من احسن المهاجمين في العالم الموسم ده على فكره. حصل. ومولع الدنيا برضو معاهم، الدنيا جامده جدا. حصل. هي بجد بس لو انا حاسه هنتكلم، ملعون، هو هو كده برضه في كده ماشي انجلترا كان من احسن مهاجمين العالم وكان مولع الدنيا مع توتنهام وبتاع. طب يبقى المحساي بس اصلا جاي من نيجي جوه توتنهام اصلا مش منه، ما هو توتنهام ادانا ايه بليغه يعني، زي ما هي حطوا له برضه. النحس في جيبه هو ومشوه. في جيبه ماشي يا جدع، خليه في جيبه. بس هي الفكره فعلا ان في مشكله كبيره حصلت، الاداره عندهم كده يعني خلاص بقى في شيخوخه اللي يعمل قرار زي ده. انت طول عمر البايرن بيتضرب بيها المثل. يوم ما تيجي تعمل قرار زي ده خلاص اتحمل بقى تبعاته. صح. واكيد ناجلانزمان مش سيبك هيرجع من مثلا البايرن. في وقت زي ده. مش طيب. هيجي في وقت طوارئ يعني. لا لا لا، مش هيرجعوه كده كده. بس شايف بقى دلوقتي تشابي الونسو ايه؟ يعني هيكمل ولا هيخيش في الدوري؟ وما بعد الدوري؟ ماشي. انا عن نفسي شايف ان الراجل ده هياخد الدوري خلاص، كده كده اتحسمت. ما بعد الدوري متوقع ليفربول، يا اما هيدي للكوكب كله قلم ويطلع على برشلونة. ما بقول لك على ريال مدريد. تشابي ما بقول لك يروحش هيدي برشلونة. ما انا بقول لك هيدي قلم، هيبقى تويستايه يقلب بيها الدنيا، وساعتها هيفشل فشخ مع برشلونة. ماشي، جوارديولا يروح ريال مدريد. لا، ما انا بقول لك الكونسبت، فاهم؟ التويستايه صدقني ان بالظبط. هو يروح رايح الريال ويمشي انشيلوتي، وانا اشك انه يمشي انشيلوتي دلوقتي لا، قبل ما يخلص كل مش هيمشي المشاريع أنشيلوتي. والحاجات اللي عنده الاول. بالظبط. بس لسه الفكره كلها مجدد في له ايه؟ أصلاً. بص انا كده كده في يعني لو فكرت فيها كده بالعقل هتلاقي ان لعيبه خط النص بيبقوا دايما مدربين شاطرين. مش كلهم، مش كلهم. بس معظم الجامدين. جوارديولا يس. كده كان يعني ممكن بس يكون الحاجه المختلفه شويه كان كابتن حسام البدري عشان هو كان مدافع. هو عادة أقوى المديرين الفنيين بيبقوا مدافعين. بقى جوه جوارديولا بقى، سيبك من مورينيو اصلا ما لعبش كوره. مين تاني كان موجودين غيره كان بيلعب كوره خط نص؟ ديل بوسكي كان جون، خط نص. خط نص كان اسمه ايه؟ كان لسه في حد في دماغي اسمه دلوقتي. راحت من دماغي خالص كده يعني. انا كان لسه في حد دلوقتي حالا في دماغي غير جوارديولا. ما علينا. تشابي إنزاجي؟ الونزو. ايه اللي احنا بنقوله ده؟ تشابي الونزو. ما تشابي الونسو بقى احنا اللي بنتكلم عليه اصلا، انت فاهم؟ سيبك بقى من كل ده. غير ان تشابي الونزو كانت عينه في الملعب حاجه قويه وبتاع. الراجل ده سيرتيفايد بالنسبه لي من وقت ما جوزيه مورينيو هو اللي قال عليه. يسالوه مين شايفه ممكن يبقى مش عارف ايه مدرب حلو، قال لهم تشابي الونزو. انا شايف فيه ان هو يبقى منظم. مدرب طفره. مدرب طفره، هو ده اللي اقول عليه ان هو هيبقى قوي جدا وهيعمل شغل جامد. فهو الراجل ده ما يقولش الكلمه دي على حد الا لو هي طالعه من لسانه. هل شايف ان هو واخدها يعني تشابي الونسو واخد نفس سكه مورينيو، ان انا اخد اندر دوج اكسر بيه الدنيا زي ما عمل مع بورتو؟ لا مش تشامبيونز الدرجة دي. بورتو بتاع. لا لا كانت زمان مش حاجة تشامبيونز دلوقتي بس حاجة. يعني دوري. ماشي الدوري سهل اصلا، يعني حاجة المانيا هي شبهها. غير البايرن والبايرن منكوسه فخلاص شكرا. لا انما بس مش دوري قصه ابطال انك تاخد يعني. دوري من بايرن صعبه برضو. ليه؟ ما البايرن هي مهزقه ما شاء الله عليها. ايوه هتلاقي ماشي بتلاعب موزعه، بس لاتزيو دورتموند اللي على دلوقتي. طول بتشغلهم ما عرفوش. هم اي نعم منكوسين برضو الموسم ده بس ستيل. المانيا بايرن واقعه، ليفركوزن صاحيه فسهله. الدوري الالماني سهل بصراحه، سهل ايوه، ما جدا. هو سهل ما فيهوش غير فرقتين. فاهم؟ زي الدوري الايطالي ايام ما كانت يوفنتوس عماله تاخده على الفاضي والمليان. مظبوط. فاهم الفكره؟ مظبوط. بس ودلوقتي الدوري فبالنسبة الايطالي لي- بقى سهل. بالظبط. هي مش لا بقى انتر. الموسم ده مش دلوقتي، هو اخر اقصد فتره. الموسم ده. فاهم؟ لا لا، بس اقصد الموسم ده. يس. بس بالنسبه لي ان هو ياخد الدوري الالماني دي مش معجزه. وجريمالدو معاه رهيب، مولع الدنيا الولد ده. رهيب. الولد ده حلو قوي. من احسن لعيبه في العالم برضو السنه دي هو كمان. برشلونه ما تعلمش. انا مش عارف ايه ده. منه لله ميسي. هو الحكايه ابتدت لما رونالدو عرف مرتبه وقال لهم انا عايز انه ضعف بس. ابتدت لما محمد على منديل. انت عارف المشكله في ايه؟ لا اصلا يعني في الحكايه دي كان بيقول لك ايه، ان هو ميسي عارف ان هو بياخد مش عارف كام زفتين مليون ايه فين. راح قال لفلورنتينو بيريز انا عايز ده في اللي انا باخده بس. هو لو بياخد 10 انا عايز 20.
فلورنتينو بيريز كده بص له قال له انا مش عايز شيكوبون. انت يا حبيبي. قال له بجد مش عايز شيكوبون يا حبيبي؟ قال له لا مش عايز شيكوبون. قال له طب روح هات انت بقى وما تجيش تاني يعني مع السلامه انت خلاص فاهم. من هنا بقى باظ السوق الحكاية. العالمي بقى، ونيمار راح وصلاح محسن جه ودنيا صح. دنيا الاسعار ولعت بسبب كل دول. دي مره صلاح محسن جه. اه لما صلاح محسن رحنا جبناه من وادي دجله وبتاع الدنيا كانت باظت بسبب القرف ده كله. بس جدع. بس كانت طالعه والله. كنت لسه اقول لك الحمد لله. المهم يلا. بس فانا بالنسبه لي لا هي مش طفره ولا اي حاجه. انا شايف ان هو مفير فشخ، وشايف خلاص خلص احتفال اهو. مش عارف كان بيحتفل بشافي الونسو ده. الدوري خدوها. وشايف ان هو يخلص ويطلع ليفربول. شكلها يعني ما كده. اتمنى لهمش، شكلها كده. بس هيفير معاهم فشخ. هي شكلها كده، ودي بقى الحاجه اللي تخلي جوارديولا ما يمشيش قريب. ما هيلاقي يا اسطى، اليونايتد ابتدى تعمل مشروع اخوك ويلاقي اللي ليفربول بقاله جابت تشابي معاك الونزو. سنين، اللي مشغلك من زمن من ايام دورتموند ماشي، ارحل بالله، ارحل ارجوك، رجع الدوري الانجليزي حلو تاني بالله. المهم هو الدوري الانجليزي حلو والله، الفرق هي اللي مهزأه. ماشي، خش لي على اسبانيا. طول ما احنا معتمدين على برونو والله ما هتقوم يا عم بقى ما تخلينيش بقى اقول كلام. انا مش عايز اقول الراجل ده كان بيحب مين وعايز مين يجي في فرق ايه زمان، لا خلينا ساكتين. قول عادي. خلينا ساكتين. قول والله. لا مش هقول. ماشي. نروح على اسبانيا. نروح على اسبانيا. برشلونة. تشافي باي باي. تشافي كده خلاص قال لك شفت مرشحين كام اسم مكانه؟ مليار. كان فاضل لنا وانت بس. الكوكب فيه كام نسمة؟ قال له 8 مليار. قال له شيل تشافي 8 مليار اللي راح. والله كان فاضل انا وانت بس ما ترشحناش. قال لك لا كلموني. لا يا راجل يا لذيذ يا رايق. قال لك ديزيربي. ما تهزرش معايا. قال لك ديزيربي. كلموني والله في الكلموني. ديزيربي، تياجو موتا، مورينيو، يعني ناس يقولوا فان خال اصلا فاهم. ريكي. مين تاني ممكن يكونوا غلطوا قالوا تشافي. رجع لي كرويف الله يرحمه مثلا فاهم. قالوا اسامي كتير انا يعني ما حسيتش بحاجه فيها عقل كده منهم. ويورجن كلوب قال اسمه برضو صح. انا بالنسبه لي العقل في اسمين مثلا. يورجن كلوب، تياجو موتا. بس تياجو موتا هو عامل شغل حلو في ايطاليا مع بولونيا تقريبا وبتاع. بس هل تياجو موتا قادر على الضغوطات اللي هتحصل دي كلها؟ وهل هو اصلا هيبيع نفسه؟ سيبك من تياجو موتا. يورجن كلوب. سيبك من كلوب. امال انزاجي مين؟ يسيب النظام اللي عمله ويروح على الخراب يا ابني. برشلونه خرابه. برشلونة هتقنعه، انا متوقع كده هيقنعوه بفلوس وهو هيروح. انا شايف ان ده الوحيد حاليا اللي قادر يقوم برشلونة على رجلها. يعني انا ما اشوفش حد غيره دلوقتي قادر انه يحط سيستم لبرشلونة ويقوموا على يعني يطلعوا بقى واحدة عليه. بس اصلا هل الماديات في برشلونة تسمح؟ ما هي الفكرة مش في كده. الراجل ده كان في المشروع بتاع انتر كان فيه وعود بهيكلة إدارية والدنيا تتظبط وحاجات زي كده، واتظبطت وبتتظبط وجدول الديون ومش عارف ايه والكلام ده كله. صفقات بتجيله وصفقات بتروح وبتعمل. والراجل عمل سيستم. الراجل مخلي هكان تشانهانوجلو من احسن لعيبه في العالم السنه دي. كمان صح يعني عمل من فسيخ شربات، او يمكن كان هو فسيخ عندنا عشان ما لقاش المدرب اللي يطلع منه شربات. لا انا مش مقتنع بيه كلاعب يعني، بس لا بس هو مفيره الموسم ده ما فعلا. ده فرق كبير ما بين بيولي وما بين انزاجي فاهم. بس الفكره مش في كده بقى. انا بالنسبه لي يعني يورجن كلوب يستحمل يشتغل في خرابه ويصلحها ويصبر وبتاع. ده سير اليكس لايت فاهم. ده النسخه اللايت بتاعت سير اليكس. موافق تمام بغض النظر عن الفروقات اللي ربنا يسامحني على اللي انا قلته ده بالظبط. بس الفكره بقى بالنسبه لي في ايه؟ ان هو يورجن كلوب هيعرف يظبط تاكتكس، هيعرف يظبط فرقه، هيعرف يحافظ على نفسيات، هيعرف الحاجات دي كلها تخلي يورجن كلوب قلق على المشروع بتاع برشلونه اكتر من اي حد في الدنيا. بس هل كلوب بعد كل هو اصلا ماشي من ليفربول بيقول لك خلاص مش قادر استحمل ضغوطات تاني هو وبتاع. خلاص بقى يروح هناك هيروح يشيل ضغوطات في برشلونه. اصل برشلونه خلي بالك اللود فيها يعني تشافي ماشي من كتر الضغط فاهم. والله بجد مش عارف. بس هو انا شايف ان احسن حد ليها يورجن كلوب بصراحه. انا حاسس انه انزاجي لو راح هيبني وهيشتغل كويس. هو انت بالنسبه لكلامك ده ان هو هيبني بيت يقعد فيه ويشتغل شغلانه حلوه هناك، ان هو مش هيدرب حلو ولا هيعمل يبني حاجه في عشان الفرقه خرابه وهو مش عارف يبني فيها حاجه بالنسبه لي. خلصنا ضحك؟ لا لسه. اتفضل. بلاش انت. خلصت ضحك؟ لا لسه برضه. انا مش عايز اقول لك على الكبيره. 2025
سيميوني انزاجي بطل الدوري الاسباني. ان شاء الله 2024 يكون برونو فرنانديز غير في 60 دقيقه انت وجايبين لعيب بيفهم عنه ويبقى لعيب مش كوره. هرد. خش لي على الملكي، عشان خش لي على الملكي، تعبنا من موظفين. خش لي على الملكي. الجمهور هو عشان والله العظيم 3 الحاجه الوحيده اللي ما بعرضش الناس فيها ما بيقولوا على جمهور يونايتد خنازير. ماشي بس ده كده عشان ما اقعدش يضرب في رقبتك والصوت يطلع. طب وانت كمان عامل ده بقى. تعيان ولا انا بتاع كان لازق في زورك. انا بتاع برونو، انا بجيب من الاحبال من جوه. مش فاهمك انت. ما بيلعب عقله جوه. المهم والله العظيم جمهور خنازير. اليونايتد دول فعلا احنا نستاهل يتقال علينا خنازير. خش لي على الملكي. خلص الدوري خلاص، خدوا كل سنه وانت طيب. قال لك هي دي جيرونا اللي تعباكوا دي بقى. تعالى تعالى ما اقول لك تك 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 يلا امشي. ماشي بس بلينجهام اتصاب والعيال قالوا له ان شاء الله هتقوم بالسلامه قلب اخوك. ان شاء الله هتجيب جون يا حبيب اخوك انزل بس. انت عامل واحده كهربا معاه جدعانه واحتفالات ومنشنات وحاجات بعد الماتش والدنيا جميله عادي. ماشي. انت مش شايف يا ابني دي دريسنج روم غريبه يا ابني ماشي فاهم. دريسنج روم مفيش مشاكل دي. انشيلوتي يا عم ده بيسيب العيال تشيش. بس اما العيال بقول لك سالكه لبعضها. لا سيبك من كده. لا انشيلوتي بيعرف يعني. انشيلوتي اشطر حاجه فيها كمدرب حته ان انا عندي اوضه اللبس هي اهم من اي حاجه. زمان في الميلان كان معاه عتاوله. ماشي بس انت الجيل ده طالع بسم الله الرحمن الرحيم دوري ابطال هم لسه عيال قد كده. محدش اتنجم، محدش شاف نفسه فاهم. الدنيا سالكه ما بينهم كده فاهم. صح. وخلينا نتكلم والكبار اللي في الفرقه كويسين. هو انشيلوتي مش اهم حاجه عنده دريسنج روم، هو الحاجه الوحيده عنده دريسنج روم. مظبوط دلوقتي عشان ريال مدريد بتكسب فرديه. حصل. ما ده بقى اللي كنت عايز اقول لك عليه لما بقول لك بلينجهام اتصاب. بلينجهام هو اللي كان ماشيها الفتره اللي فاتت. اهي مشيت قصاد لايبزيج وبتضلين برضو بس هنشوف يعني الواد دياز جاب اللي نفسه يجيبه طول عمره. والله الواد ده هو كل ماتش كان بيحاول يعملها. الواد ده كويس. كل ماتش كان بيتسبه وبيتلعن فيه عشان هو هيموت ويدي واحده روبن باي شكل بالظبط. قعدوا يشتموا فيه امبارح راح تك جاب جون كله خلص عادي. هيبدا يرجع تاني. لا والواد حلو. والواد راح فاير. فاهم بقى بينزل. فاكر ماتش برشلونه لما فاكر. هي دي الميزه الثانيه بتاعت انشيلوتي ان هو بيدي العيال دي ثقه في نفسها كده فاهم. بيعمل لهم واحده محمود كهربا برضه هو كمان. انا بالنسبه لي لو في اي مدرب غير انشيلوتي دلوقتي ما كانش فينيسيوس هيبقى فاير. ما كانتش ريال مدريد هتكسب الدوري الابطال. بعيدا لا ما كانش فينيسيوس هيبقى مركز في الملعب. كان هيفضل بقى مع الجمهور وبتاعه فاهم. والبرازيليان منتاليتي هتخش الواد ده هيموت يعني. بس في حاجه بقى صغيره كمان في ريال مدريد. رودريجو تحفه ولا كلمه. ماشي. لا ده كلام كتير. لا ولا كلمه يعني. الواد 10 على 10. لا مش 10 على 10. لا 10 لان هو بيديك ماتشين 6 7 8 لا. أه. هل رودريجو واخد باله ان مبابي جاي له واندريك جاي له وهيقعد دكه وممكن يمشي اصلا كمان من النادي ولا لا؟ ما اظنش انها هتوصل لكده لانه هقول لك بالعكس انا شايف ان مبابي لو راح لعب 9 رودريجو وفينيسيوس هيخدموا عليه موت. هيبقى الثلاثه قدام موت. مبابي لو راح ريال مدريد ويقولوا له انت تلعب 9 هيسمعهم كلام قبيح. ما هو لو هيلعب عشان الواد ده لو لعب 9 هيتعب نفسيا. لو لعب وينج هيلعب مكان فينيسيوس مش مكان رودريجو. هي دي معضله تانية. فانت ساعتها اسهل لك تحاول تقنع فينيسيوس انك توظفه اسهل ما تحاول تقنع مبابي والله بجد هيقول كلام قبيح. ماشي بس يعني ساعتها يعني اقصد رودريجو بره الحسبه دي اصلا. ما هو رودريجو ثانيه واحده يا عمول هترمي فينيسيوس يمين مبابي شمال. لا انا عندي رودريجو اهم من فينيسيوس. رودريجو لعيب كوره عن فينيسيوس. لعيب جماعي عن فينيسيوس. جماعه اقسم بالله. فينيسيوس ياخد الكوره هيعدي لك 1 على 1 هيمسخر اي حد في الفرقه عادي. في حد في العالم بيعرف يعمل كده دلوقتي؟ ما بقول لك هو هيعرف يعمل ده. سؤال. لكن رودريجو لعيب تيم. همشيك واحده ماشي. في حد في العالم بيعرف يعمل كده دلوقتي؟ حلو. مفيش غير لياو ومش زي فينيسيوس. طيب انت هتروح جاي خسران الميزه التنافسيه اللي عندك؟ ماشي لا. بس ما خسرش تيم بلاير زي ده. حبيبي التيم بلاير يعني انا بالنسبه لي يا عم انا بالنسبه لي يا عم يا رب يمشي رودريجو هتقول يا عم اليونايتد مكان انتوني اقسم بالله موت. ماشي بص انا بحاول ابعد عن النادي ده باي شكل وانت مصر تستفزني عشان اقول لك ان برونو ده لعيب مسخره وعلى قده. والله مسخره وعلى قده. شطه نار مين يهطل مش اما يبقى بني ادم الاول. انا مش يا رب انا كان عندي روني وتيفيز وكريستيانو وسها
سهر. طب بص بالله قال بيقارن لهم، جيل عامل وفي ازاي بجيل الآخر عامل بيجيلي ازاي. المعفن ده ويدافع عنه خنازير بيشجعوا قال لك النادي. روني وكريستيانو وتيفيز وساها، وبعدين قال لك برونو فرنانديز وراشفورد وانطوني مارسيال. انا ما قلتش ولا واحد من دول. ما هو الجيل اللي موجود دلوقتي، انت بتقارن جيل قسما بجيل بالله ايه؟ العيال دي كلها برونو شبشب في رجلهم لو كانوا فايقين لنفسهم. عشان برونو اللي بيعمل لك ده وشادد وعامل وبتاع مش عارف ايه ده، قسما بالله مالتي لو العيال التانية دي جايبه فورمه العاديه بتاعتها. خش على الدوري المصري. خش على الدوري المصري. قبل ما اخش على الدوري المصري، رودريجو ما بيديش 100% في كل الماتشات وما بيبقاش في كل الماتشات. اندريك ده جاي، ده ده الالتزام بذات نفسه الواد جاي حلو له. أوي. هيجي يقعدوا دكه، مبابي هيجي يقعد يلعب هجوم. طب اديك واحده بقى. هتلاقي اندريك ومبابي وفينيسيوس بيلعبوا والواد ده قاعد دكه وزعل واتقمص وقلب وشه وراح ماشي. تاخد الكليك بيت بتاعت الحلقه دي. اندريك وفيتور روكي، ميسي وكريستيانو اللي جايين. انا همشي، انا مش هكمل الحلقه خلاص، انا كده حلو خلاص. ودي كانت اخر حلقه في برنامجنا الكوكب، الجميل اللي لسه اليوتيوب بادئينه هيتقفل وخلصنا النهارده خلاص الحمد لله. شايف ان هم هيتنافسوا منافسه نظيفه فشخ مع بعض. فيتور روكو. أيوة. على فكره فيتور روكي كويس. ايوه، ما هو المشكله ان فعلا بلينجهام ستايله ستايل زين الدين زيدان، فده هيخلي اي بني ادم او اي خنزير يقول على اي حد انه شبه اي حد. انا ما بقولش شبه بعض، بتكلم في مبدا التنافسيه، ماشي ان الاثنين هينافسوا بعض، هيبقى ده هنا وده هنا وهم اللي بيبوش بعض. يابا احلى مسا عليك. ماشي. احمد نبيل كوكا، احمد حسن الجاي شغال ما يضرش. ماشي 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 ماشي. خش على الدوري المصري بقى بمناسبه احمد نبيل كوكا. يا رب الفيديو ده يوصل لاحمد حسن الصقر يعني ماشي. ويشتمك وانا بتاسف له من دلوقتي. ده طب هيطلع يقول لي ايه؟ اي حاجه هيشتمني هيقول لي ما ايه؟ تسيبوش يعني، بس كلمه. نخش على الدوري المصري. عايز ايه في الدوري المصري؟ خش على الدوري المصري. بس حلو كفايه قوي كده خلاص. عايز تخش على الدوري المصري في ايه؟ عايز تقول ايه؟ لا عندنا كلام كتير. ولا كتير ولا نيله. الكوره في مصر ميته اساسا. ده بس يعني عندي 3 مواضيع كده في السريع. ماتش الاهلي الاهلي وبلوزداد. عندك 6 قاعدين. 6 مصابين. الشناوي تاو ديانج الضوي وكوكا علي وكوكا. امم منهم 4 يعتبر اساسيين، ديانج وتاو وشناوي وكوكا. وكوكا بالظبط. وخصوصا تاو هيبقى مؤثر فشخ يعني. الشناوي مؤخرا ما كانش حلو. ماشي يعني هيبقى مؤثر كوجوده بس. ماشي. لكن هو مؤخرا ما كانش احسن حاجه يعني. ما هو اصل ايا كان هتلعب بمين بقى، شوبير ولا زومفولي ولا ايا كان مين فيهم. لا شوبير. اول مره اي حد فيهم هيلعب في صح. افريقيا بره مصر، ماتش بره مصر. لا شوبير لعب ماتش بره. لا كان هنا. ايوه اول ماتش لعبه كان هنا، بس لعب ماتش تاني بره انا فاكر. لا ما اظنش. لا على حد ذاكرتي لعب ماتش بره على حد ما انا فاكر. مش متذكر حاجه زي كده بصراحه. ما علينا. هيعمل ايه؟ بص هو احنا بس نرجع نفتكر كده الاهلي كان بيعمل ايه في افريقيا قبل الدنيا ما توقف والحاجات دي كلها تحصل. تعادلنا مع بلوزداد 0-0. ماشي. تعادلنا مع يانج افريكانز 1-1. وكسبنا ميدياما دي 3-0. ميدياما دي ما حدش عارفها اصلا، سيبك منها. حلو. يانج افريكانز عايزه تعمل لك فيها الحصان الاسود والشغل الضيق ده. هي اصلا الثاني في الدوري وهي فرق عني بفرق الاهداف. انا الاول معايا 5 نقط وهم الثانيين معاهم 5 نقط، بس هم فرق الاهداف عندهم 0 او حاجه زي كده، وانا فرق الاهداف عندي 3 تقريبا. ماشي. غير كده شباب بلوزداد جت رخمت عليك وتعادلت معاك هنا 0-0، ودي حاجه ضيقه كده ملهاش لازمه. الله اعلم ايه اللي هيحصل هناك بقى. انا بالنسبه لي لسه مش عارف هنتظر ايه من الاهلي، لان ادي معسكرات وادي ماتشات وادي مش عارف ايه وادي اصابات وادي حاجات. انا منتظر ان احنا نبقى قد التوقعات بقى ونكمل على اللي اتبنى. يعني اتمنى الكام شهر اللي فاتوا دول للنسيان بقى خلاص، ونبدا تاني من اول وجديد على نظافه. بس يا ريت. ده كل امالي في الحياه من ناحيه ماتش الاهلي ده ومن ناحيه موسم بقيه موسم الاهلي عامه. بس انا ما عنديش كلام في الاهلي بصراحه. مش هكدب عليك يعني مقاطع. قول برونو فرنانديز حلو. برونو فرنانديز البابا بالنسبه للمغيرين. ما علينا. الزمالك. اتكلمنا على الاهلي نتكلم على الزمالك. ميركاتو. ده الله السعيد. ده الدنيا خربانه. احمد حمدي، ناصر ماهر. كل ما هو اهلي سابقا. لا مش كده بس، وفي اللي هو بتاع المصري الفلسطيني اللي جابوه. وسام حمد. وفي مهاب. وسام ده بتاعنا. ياسر حمد. ومهاب الوينج تقريبا بتاع الداخليه اظن. ابو ياسر. دوت حلو. حلو.
حاطين شرط تقريبا كمان في عقده انه لو راح منتخب مصر مش عارف الزمالك هيدفع لهم كام او حاجه زي كده. ده ينفع؟ عادي شرط في العقد، زي ان انت تقول كل ما تجيب كذا جول مثلا الزمالك يدفع للداخلية. ايوه لا انا فهمت انه المنتخب اللي يدفع للزمالك شاريه ولا ايه مش منه عارف في ايه مش روسي لا هو انا اتزولت مصري عادي، والله مهاب ياسر عادي. اللي هو في ايه دي غريبه يعني. لا لا اصل عامه ما تستغربهاش في مصري عادي ما علينا يعني ما علينا فاهم. بس انا بالنسبه لي الزمالك بيبنوا من اول وجديد. جابوا المدرب الجديد البرتغالي بتاعهم جوزيه جوميز تقريبا اسمه. شيكابالا وعبد الله السعيد ثنائيه مع بعض مش عارف ايه. ناصر ماهر اللاعب المنسي. عندي كلمتين. قولهم. عندي كلمتين. قولهم. انا مبدئيا اداره الزمالك كنت متفائل بيها جدا للزملكاويه. الناس في الاول اول ما دخلوا قال لك احنا عايزين نرجع العلاقات تاني بقى مع الاهلي ونرجع ننبذ التعصب ما بين الجماهير ونحاول يعني نمشي الدنيا بالعقل عشان خاطر الدنيا بهوقت في اخر فتره بهوقت قوي ما بقاش الموضوع منطقي. ايه اللي حصل؟ سمعنا الكلام ده منهم يا عم تمام والموضوع شكله فعلا داخل على النظافه. جم بقى وقت الجد طيب ماشي هات لي بقى عبد الله السعيد اللي كان الجماهير بتجيب بيه الاهلي من 5 سنين والنهارده ستيل اول ما الجماهير سمعت الخبر انت شفت بعينك. وهات لي ناصر ماهر اكس الاهلي، هات لي احمد حمدي اكس الاهلي، هات لي اي حد ليه علاقه بالاهلي. ايه ده خلصنا خلاص اللعيبه اللي ليها علاقه بالاهلي. حلو الاهلي جاب فلسطيني. حلو اكس الاهلي. الاهلي جاب لعيب فلسطيني طب هات لي لعيب فلسطيني زيه عشان الشو يا عم. الاهلي جابه عشان الشو والزمالك جابه عشان الشو في الحالتين. يا عم اسامه ابو علي ما نعرفش عنه حاجه يمكن يطلع الواد كويس ما نعرفش. بس نفس الكلام ياسر حمد. ياسر حمد على الاقل شاف الدوري المصري كان موجود. يعني انا حق يعني ادي حق للزمالك عن الاهلي في النقطه دي ان هو ماشي انتوا جبتوا لعيب اتشاف على الاقل في الدوري المصري قبل كده. احنا جايبين عيل ما حدش يعرف عنه حاجه هنشوف. اتمنى ان الواد يطلع كويس طبعا بس هنشوف ما حدش سمع عنه فما اعرفش. بس النقطه اللي مخوفاني ان الاداره دي ترجع تعمل نفس القصه تاني مرتضى منصور ونرجع لنفس القرف اللي كان حاصل ده. اللي هو بقى ايه نطلع نكيد في بعض علنا نطلع نشتم بعض على الميديا عادي وبتاع والجو ده مؤدبين يا ابني. قال لك نتمنى الاهلي بس يدينا غرامه كهرباء عشان يساعدنا ان شاء الله بعد اذنكم يعني ان شاء الله انتهى الادب والاخلاق اما يحكموا عليه باذن الله. ده لو يعني ما علينا. اصل خلي بالك اللي انا شايفه في حوار غرامه الكهرباء ده مش هتدفع. هي مش هتدفع لحد ما بالظبط. الكهرباء يبطل مش بالظبط. وبمناسبه الدوري المصري تحيه محترمه الناس الكويسه بتوع كره اليد متاخره بس رجاله والله رجاله والله قلوبنا معاكم. الناس على الرجاله على المحترمه مش بتاعت المنتخب بس عشان ما يكونوش فاهمين بتاعت يد. لا يا عم لعيبه كره اليد في مصر اهلي زمالك منتخب واتيفر اي نادي رجاله عيال متعلمه عيال دماغها نظيفه وعيال سالكه. هو عامة بصراحة قطاع اليد عامة في مصر لا في ناس كتيرة حلوة محترمة ناس محترمة وانا اتعاملت مع ناس بشكل مباشر يعني بصراحة لا ناس كويسة جدا. في كابتن وائل خيري ده راجل توب وراجل من زمان قوي يعني كان في نادي شمس ونادي الزهور وكذا نادي كانوا قوية. في ناس تانية في قطاعات تانية في نادي الزمالك طبعا ده رقم 1 في مصر حصل وفي افريقيا تقريبا كمان يعتبر فاهم من الناس حصل وعجبني كان انترفيو مع الدرع ونصوحي عجبني فشخ لما قال احنا اتربينا من زمان من ايام كابتن حسين لبيب على ده انه حسين لبيب برضه طلع في انترفيو مع نصوحي قال الجمله دي. هو كان لعيب يد اصلا ما انا عارف. طلع قال احنا كنا جيل ركزنا على الدراسه مع الرياضه ما ركزناش على ان احنا نلعب رياضه بس. حصل. ودي لقطه فعلا ناقصانا فشخ في الكوره دي في العالم كله هتفضل كده طول عمرها. كرة اليد بتاعت الناس الكويسة هي والباسكت والحاجات دي. كرة القدم بتاعت الغلابة الكرة الشعبية اللعبة الشعبية قصدي فاهم. فده طبيعة السايكولوجي بتاعت الرياضة دي أصلا مش ناقصانا ومش ناقصانا. كرة القدم بتاعت الناس اللي بتكافح قوي بقى دي الفهم الأحلام اللي بتتحقق وكده. هذا ريكاردو كاكا طبعا ماشي بغض النظر عنه كده بس يعني فاهم. غير كده لا هي اليد والباسكت ده شكلهم الصح في الآخر صح عشان دي قيمتهم صح. بس يعني عدت كده في دماغي شاوت اوت للناس دي شاوت اوت للرجاله بتوع المنتخب
نقفل عقبال اللي عندنا يعني. نقفل بقى على البتاع بتاع الزمالك عشان احنا في حاجه انا عندي نقطه بس في الزمالك محتاجه افيرها عايز بس. اوصلك لحاجه واحده بس مهمه. الزمالك ممكن يكون عامل ميركاتو هيسكتنا عادي جدا، لان ناصر ماهر لعيب كويس، احمد حمدي لعيب كويس، ياسر حمد هنشوفه، مهاب ياسر ده برده لعيب حلو، في كذا حد حلوين. فاحنا ممكن نلاقي ان هم فعلا الناس مخططه صح، احنا مش عارفين هم عايزين يوصلوا لايه. اتمنى لهم، حتى انا لو نفسي هم اشوف عاملين الكوره حاجه في مصر شو، حتى لو بتسخن. عاملين حاجه شو بعبد الله السعيد وباسمه ايه بياسر حمد او كده، او باحمد حمدي وبناصر ماهر، فبرافو. باشا ما عنديش مشاكل، ما انت رحت جبت عمر كمال عبد الواحد اصلا قبل كده عشان تكيد الزمالك في وقت ما عنديش مشاكل يا عم، تمام. اتمنى ان الزمالك بس يبقى الكلام ده عن تخطيط مش كده، عشان انا نفسي اتفرج على كوره تاني في مصر. انا وحشني ان انا ارجع اتفرج على الاهلي والزمالك والدربيات، ادخل الاستاد واقعد اشجع والجو ده، وحشني الكلام ده. فنفسي ارجع له. عندي بس نقطه صغيره في الفلوس دي جايه منين يا علاء؟ ادي اعراض ناس، انا ما بحبش اتدخل انا في الفلوس. طيب يعني المعلن بيقول لك ان هم خدوا هدايا من مستشفى مش عارف مين كده. لا دي اتنفت انها اشاعات. انا سمعت المستشفى بتاعت ايمن ممدوح عباس. ايمن ممدوح عباس، مستشفى الناس تقريبا اسمها، مش فاكر اسم المستشفى بصراحه. ومساعدات من رجال الاعمال وبتاع. الغير معلن وفلوس الرعاة بالظبط. الغير معلن واللي سمعته ان في قروض اتاخدت على اسم نادي الزمالك. دي نسأل فيها زميلنا العزيز الأستاذ محمد إسماعيل. عشان الراجل اترقص النهارده وبقى شغال في البنك الأهلي في إدارة القروض والائتمان. فهم راح خدام البنك الأهلي. نروح نسأل إسماعيل بقى، أكيد ليه معارفه برضه، راجل تقيل. بقول لك لسه شغال النهارده حالا. تحياتنا لأخونا محمد إسماعيل. شوت اوت. هو ده اللي خلاني أتأخر، كنت بكلمه تحت على فكرة. أصلي. اوكي. بس ما ادالكش حاجة كده عن قروض الزمالك؟ لا ما كلمني على قروض حاجات كتير والله، مش عايز أقول لك قال لي إيه بعدين يعني. بسأله على بتاعة الزمالك دي بعدين. ماشي. انا شايف يعني لو الموضوع قروض فربنا يستر، عشان اخر فريق انا سمعته حصل معاه كده مديون لطوب الارض دلوقتي، وباين الاداره لسه ب 25%، وربنا يسترها علينا يعني. نخش على الزغلول الاخير. خش على الاقرع. خش عليه. هل انا متفائل؟ غصب عني هصور. خش يا باشا. حسام حسن رسميا بالعقود مدير فني منتخب مصر. هيعمل ايه مع صلاح؟ لا انا مش مشكلتي معاه مع صلاح، وحسام حسن مش عيل صغير برضه يعني. طبعا. بس فاهم انا فكرتي كلها ايه؟ هل انا حسام حسن ده شايفه كمدرب قوي وبتاع مش عارف ايه تاكتكس وكده؟ لا. موافق. المنتخبات بتفرق عن الانديه بكتير. موافق. حسن شحاته نجح مع الانديه مع المقاولين بس. لا ومع الزمالك نجح في وقت ما. مع المقاولين بس. كارقام والقاب ولا كايه؟ ككل حاجه. لا مع الزمالك 2010 حسام حسن كان شغال كويس جدا. انا بتكلم عن حسن شحاته دلوقتي. حسن شحاته سوري. بقول لك اشتغل مع المقاولين بس. حسام حسن اللي مع المقاولين اصلا. ما علينا. اسف. حسن شحاته اشتغل كويس مع المقاولين بس عمل تاريخ مع المنتخب. هل حسام حسن قادر ان هو يعمل حاجه مع المنتخب؟ يا ريت. بس انا ليه بالنسبه لي ميزه واحده بس. عايز اشوف ذكر طالع على التلفزيون يتكلم عليه وحش. عايز اشوف المقدمات الناريه بتاعت ابراهيم فايق هيحصل فيها ايه ساعتها. بس مع احترامي طبعا ليه، بس انا قصدي عايز اشوف ساعتها بقى هيشد حلو عليه قوي كده وهيستحمل الرد من ابراهيم وحسام ولا لا. بس مفيش حد في مصر هيستحمل رد ابراهيم وحسام. ابراهيم حسن كان بيشد القلب للراجل. فلا طبعا محدش هيستحمل رد ابراهيم وحسام. انا دي بالنسبه لي الحلو اللي عجبني فيديو فشخ لما قال لك اخوك طبعا وامه موصيه عليه. فكك يعني. انا بالنسبه لي انا الميزه اللي عند حسام وابراهيم في وجودهم الناس هتبقى لما نفسها شويه فهيشتغلوا شويه. هو مبدئيا كده زي ما رضا عبد العال قالها، محدش بيجيب سيرتهم، محدش بيرشحهم، محدش بيقول اسمهم، بس زي ما بس الفتره الجايه الناس ابتدوا يقولوا اساميهم وبتاع في الاعلام عشان الموضوع بقى رسمي وكده. دي حاجه انا مؤمن بيها جدا. يعني ايه؟ مش فاهم. ان حسام وابراهيم حسن ما هماش صحاب حد. لا انا مش فاهم قصدك ايه في رضا عبد العال لا بس الجمهور كله على السوشيال ميديا كان بيتكلم عليهم على التلفزيون على القناه لا مستحيل عشان كله عارف ان هتجيب سيره حسام ابراهيم هتعدي اتحاد الكوره. فلا يا باشا انا وهم اتحاد الكوره اصلا هم اللي بيطلعوا التلفزيون بالظبط. هتعادي مين؟ هتعادي نفسك. صح. ما هي صح.
لا حتى الضيوف يعني. فانا بالنسبه لي الميزه بتاعت حسام ابراهيم، انا هشوف حد بيلم الناس دي اخيرا. بس انا دي مفتقدها قبل كيروش وبعد كيروش. طيب هل بقى متوقع ان اتحاد الكره هيسيبوهم ياكلوا عيش؟ بمعنى مش هيرازوهم انترنالي؟ هيرزوه هيرزوه. بس اظن حسام ابراهيم اصيع، ويعني دمهم احمى بالعكس. من ان هم يعدوا الحاجات دي. دمهم حامي اصيع، لا هم غشمه. ما هو الغشامه تنفع. بص هقول لك حاجه، اصل اللي بيلعبوهم دول مش غشمه برضه، هم كمان هم هبل قوي. لان بقى تعالى نيجي للنقطه بتاعت صلاح. الدكتور بتاع المنتخب قال ان صلاح اصابته طويله، قال كده بعد ماتش الراس الاخضر. بعد ايه؟ بعد ما اتحاد الكوره حاول يلبسها لصلاح واليورجن كلوب، وعملوها ولبسوها واحنا لبسناها بس الدكتور وشربناها طلع قال بعد زي ما الشاطرين اسمه ايه، بعد ماتش الراس الاخضر. لا ماشي، بس بعد ما وكيل صلاح اللي طلع قال كمان غير كده كمان بعد كل ده. بس سيبك من كل ده دلوقتي، اتحاد الكوره ده مش انصح حاجه في الدنيا. حاولت تلبسني، ما عداش يا عم 20 يوم اهو انا عرفت ايه اللي حصل خلاص. وصلاح اتحاد طلع إن متخلف هو- كده كده. هو صلاح الحاجه اللي تؤخذ عليه بس ايه، انت ليه ما قعدتش ككابتن والكلام ده كله. ودي اللي خلت حد زي الشناوي بعد كده قال طب خلاص هروح اتعالج انا لا كمان. بس طالما الشناوي كده. خلع في كتفه حاجه ما تستحملش انك تقعد. مش ببرر ما هو صلاح كده كده طلع الاتنين برضه حاجه غلطانين. كبيره. ايه اللي كبير؟ مش غلط. صلاح نزل الملعب منزل يا ابني ماشي، ده لسه بيمشي رجله، ده بيتمرن لسه راجع ما لعبش. بعد ما قال لك 28 يوم علاج نزل لا، يتمرن بعدها لا، بكام يوم. قالوا والله رامي عباس يا ابني اسمه. اما كان ماشي من مصر، اما كان ماشي لا من سيبك لما كان ماشي المعسكر. من مصر. لا مش هسيبني، ما هي لا لا مش هنغزل. انا مش هاخد كلام المصريين اصلا. مش انا هعتبر كلام المصريين ده كله فاشل. هو جاي ماشي من المعسكر، قال لك هنحاول ان هو يرجع بعد نص النهائي. ماشي انا بقى مش هاخد بكلام دول اصلا، انا هاخد بكلام بتوع ليفربول. احنا هو عدينا النهائي كمان ما ماشي. رجعش. انا هاخد بكلام بتوع ليفربول. يا عم رجع يا عم الملعب يتمرن وبتاع، لعب كان هيلعب حتى لو وصلنا النهائي. اعتقد ان ما هو ما كانش بيلعبش هيلعب. عشان الدنيا ما تقومش عليه. اعتقد بص انا عشان ما بقاش دي دنيا وفلوس وحاجه اكبر بكده. ده ليفربول يا باشا، مش نادي ماشي بس سموحه، فاهم؟ موافقك بس ستيل مش هتمشي فيه النجم كده. بتاعهم لما الدنيا كلها تقوم عليه لا هيحافظوا عليه. ماشي. ده وما عندهمش دوري نجم قد صلاح إنجليزي. يعني. ده دوري انجليزي، ده مش الدوري المصري. فلا انا بالنسبه لي اتحاد الكره الخايب بيعمل نفس اللقطات المقرفه بتاعته. بس صلاح رصيده كان ابتدى يخلص عند الناس، فده اللي سهل مأموريه ان هم يلبسوه فينا. بس الغلطان الاكبر والاول والاخير بالنسبه لي اتحاد الكوره. موافق. انا مش هشيل صلاح دي يا سيدي، انت عارف انا ما بحبوش اهو، بس مش هشيلها له. هي مش غلطته، هي غلطه الاتحاد ده بيكمل فشل زي ما هو دايما. فالدنيا بتبوظ منهم وبتخرب منهم وهتفضل تخرب منهم طول ما احنا ماسكين ناس ما لهمش فيها في حتت غريبه. محمد بركات بقى، بحازم امام، بجمال علام، بمش عارف مين، كله مضروب خالص، مفيش حد فيه الرجا خالص. فانا عايز اشوف حسام حسن بغشامته اما يتعامل مع الناس دي، عشان انا اقول لك اهو انا اتوقع ان الناس دي هترتجع منه. اتمنى. وهيلعبوه بوساخه وهيغشم عليهم وهيرتجع منهم لحد، يعني هنشوف مين فيهم اللي هيبقى نفسه اطول على التاني، مين فيهم اللي شغله هيعرف يثبت رجله قصاد التاني. اتمناها. تفاؤلي الوحيد بحسام حسن ان هو هيعرف يرجع في اللعيبه دي النحرره، الروح. انا حاسس ان حسام اصلا هو اللي ممكن يرجع الجمهور تاني يشوف المنتخب. ما بالظبط، ما هو مش عشان يلعب حلو. الجمهور مش ناقصه ان المنتخب يلعب حلو ولا المنتخب يكسب. الجمهور ناقصه ان انا احس ان الجيل ده زي الجيل اللي قبله، الجيل ده مني، الجيل ده شبهي. حسام لو كسب نجوم الفرقه اللي هم صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، مرموش، والنني من نجومهم للاسف. ما علينا، انا بتكلم على اللعيبه الفعاله. لا مش بتكلم كفعالين، بتكلم الناس اللي لما اللعيبه حواليهم. لا مش وحجازي بتكلم على كده، انا قصدي ان هو بجد هيكسب نجوم الفرقه اللي الناس بتحبهم. وحجازي طبعا، هو حجازي كده كده، ومصطفى محمد وتريزيجيه، الثلاثه دول هيسمعوا له على طول. دي بسهوله تمام. مظبوط. وممكن تريزيجيه شويه، بس مصطفى محمد وحجازي انا واثق فيها ان هم هيسمعوا عشان هم لا تريزيجيه بيسمع برضه. ماشي. بس الفكره بالنسبه لي تريزيجيه ده بحسه الغلبان كده. لو كسب دول ماشي، بس هو لو كسب دول وابتدوا يلعبوا بقلب هيعرف يكسب عامل الجمهور، هيبقى وراه الجمهور ومعاه اللعيبه. هترجع منتخب مصر. اتمنى. مش هيرجع منتخب مصر، هيبقى معاه نقطه قوه قصاد اتحاد الكوره وقصاد الاعلام. صح. بس صح. ماشي. حلو قوي كده. حلو قوي كده. جبرت يعني. طولنا. تنساش بقى ايه؟ لايك الجميل، سبسكرايب، جرس. مش هوصيك بقى. تنساش الفار عشان في حاجات كتير اتقالت في النص. حصل. محتاجينك بقى ترجع تديها بصه. ادي هنت.
في حاجه محلي اتقالت في وسط آه. الاوروبي كان فيها حاجه فوق. وفي حاجه اوروبي برضه عامه يعني. حصل. ف فركز في الفار كده، استناك في الكومنتات، عايزك معايا يعني، شد حيلك كده وشير الحلقه مع اصحابك، شير مع اصحابك كده واشترك وروق علينا، محتاجين السبورت ومحتاجين الدعم. وبس خش، انا ما قلناش الحلو، ما اقدرش اعدي حلقه من غير حلو. عايز نقول الحلو. اه ليه يا عم القرف ده؟ قول يا عم القرف ده. ماشي. ممكن تسيبني انا اقوله؟ سمعني. معلش. ماشي. والان مع الحلو، من الحلو للحلو ودي. بص انت ممكن تبقى شغال شغلانه مقرفه دلوقتي وتعبان وقرفان ومستحمل عشان مفيش غيرها او عشان فلوسها او عشان اي حاجه ايا كانت، او مستحمل سفر او مستحمل غربه او غيره او غيره او غيره. صدقني ده هيجيب تمنه، هيجيب تمنه في صحتك او في عيلتك او في اصحابك او في ناس انت تعرفها. بس تمنه هيجي لان ربنا شايفنا كلنا، وانت عليك انك تجتهد وتسعى، وربنا عليه ان هو يوصلك نتيجه احسن من اللي انت عايزها كمان، وهيوصلها لك ان شاء الله. بس زي الفل يا وحش يعني. اسمع كلام الراجل ده الكلام ده موجه لشخص كمان معين بالتحديد. وخلي بالك، ما بتدومش، هتفرح شويه وتزعل شويه، عادي وربنا بيشوفنا يعني وبيحس بينا وبيعوضنا في كل حاجه والله. تمشي. بس ورد عليك يا وحش.